سلام ياسميناتي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده وتكونوا مهنيين وانتم تشاهدوا معايا في فيديو اليوم. جيت نشارك معكم اول وصفات حلويات عيد الفطر المبارك باذن الله، واللي اخترت اني نبداها بالغريبيه. هذا الغريبيه الهائله بالكاكاو والمكسرات، يعني تجي مذاق رائع ومرمله كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا هنا معايا خيرت اني نبدا بها لانها من الحلويات اللي تبقى لنا مده يعني طويله ونقدروا نبداو بها هي. باغ كونطخ مثلا لي صابلي بريستيج ولا لي غاتو تاع الشوكولا من الاحسن يداروا في الايام الاخيره من شهر رمضان المبارك. مش حنطول عليكم ياسر البنات، راح نخليكم تشوفوا الصور وراح نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. اول خطوه لازم نديروها واللي تدار مده يعني قبل، عندنا زوج خطوات. اولا نذوبوا السمن تاعنا، وانا هنا عندي كميه من السمن مع كميه من الزبده، درت بهم كما راكم تشوفوا كيلا الا اصبع. ذوبتهم وحطيتهم يبردوا في الثلاجه. الخطوه الثانيه هي ان نحمصوا الفرينه تاعنا في فرن، لكن تحمص انا بالنسبه لي ما نحبش نكثر ياسر هكا باش ما تطلقش يعني المراره وما يجيش اللون تاع الحلوه تاعنا بني غامق. ثاني خطوة بعد ما خلينا الفرينة تاعنا بردت مليح مليح، رحنا صفيناها نحينا منها هذوك الحبيبات، ومن جهة أخرى هويناها باش تجينا الحلوة تاعنا خفيفة. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما بردنا هذاك السمن تاعنا راح نحطوه في ريسيبيون. عندنا كيلة كما قلت لكم الا اصبع مع كيلة الا اصبعين من السكر غلاسي كما راكم تشوفوا هنايا. راح نخلطوا مع بعضنا هذا المزيج حتى يتجانس مع بعضه ويبدا يميل لنا للون الابيض. نخلطوا مليح بلا سباتول، يعني ما تحتاجوش هنا لا ضراب كهربائي ولا بيتران، فقط يعني باليد تاعكم تقدروا تتحصلوا على هذا الحلوى. بعد ما راكم تشوفوا هنايا خلطنا مليح هذوك المكونين، ضفنا معاهم حوالي ملعقتين من الكاكاو البني، نوعيه رافعه طبعا هكا باش يعطينا مذاق رائع ويجي اللون تاعو تاع الحلوى تاعنا ما يجيش غامق ياسر. بعد ما نتاكدوا انه الكاكاو تاعنا ممتاز مليح، هنا ضفت كما راكم تشوفوا حوالي كيلة الا اصبع من الجوز. بالنسبه للمكسرات تقدري ديري اي نوع من المكسرات تحبيه ما عدا اللوز، لانه اللوز راح يطغاو عليه يعني المكونات الاخرى وما يجيش يعني كامل تبان طعمته. لكن بار كونتر كيما اللوز ولا الكاوكاو راح تجي طعمتهم باينه يعني في الحلوى تاعنا. رحيوه رقيق مليح وحطوه. من بعد هنا وكمكون اختياري انا ضفت ملعقه ونص من اللبلابي. اللبلابي هو حمص يعني محمص ومرحي، نديروه يعني في الزرير تاعنا في الروينه للنافس، ونستخدموه ايضا في الغريبيه. عندنا غريبيه البلابي المعروفه. هذا المكون اختياري، تقدروا تعوضوا الكميه تاعو بالفرينه المحمصه عادي. هنا كما راكم تشوفوا بديت نضيف في الكيلة الاولى من الفرينه، عندنا 2 كيلات ونص من الفرينه المحمصه. بديت نضيف فيها وكل مره تحطوا الفرينه نتوما راح تحسوا باللي المزيج تاعكم باللي راهو صاي سي بون ما يحتاج فرينه، لكن في الحقيقه لازم تكملوا الكيلتين ونص. الغريبيه من اسرار نجاحها باش تجيكم مرمله وما تجيش طريه وتجيكم تتفتت، هي انك تعجنيها، لانه السمن راح يطلق الزيت تاعو، ونوع المكسرات اللي من داخل ايضا راح يطلقوا الزيت تاعهم من العجن، سواء كاوكاو ولا جوز ولا اي نوع اخر. كما راكم تشوفوا انا هنايا راني فقط نمعلو ونحاول ندخل هذيك الفرينه بالاصابع تاعي. من بعد راح ننظف البلان دو ترافاي تاعي، نحط فيه الخليط وراح نبدا نعجن وكاني نعجن في الكسره. في الأخير راح تتحصلوا على بات تقدروا يعني تتحكموا فيها ومتماسكة. جيبوا أي نوع من أنواع السيليكون اللي عندكم، يعني مش محتم نشريو يعني اللي توندونس ولا حاجة جديدة. أنا عندنا هذا مول قديم وما هوش تاعي حقيقة، تاع صاحبتي ولي نحييها بالمناسبة. لقيته عندي وليت جبدته ودرت بيه، يعني وجات هايلة، الشكل تاعها جا هايل، معناها اللي عندها المول هذا غير تجبدوا وتستخدموا راح تتحصل على غريبية بريستيج ومذاقها
ذوقها رائع. المهم يا البنات ما نكثرش عليكم، كيما راكم تشوفوا هنا نبقى نعجن حتى نتحصل على اون بات نقدر يعني نتحكم فيها. المول تاعكم ما تضيفوا فيه اي حاجه، لانه الغريبيه تاعنا راح تطلق وحدها هذاك اللي دام لي فيها ويخليها ما تلصقش. بالنسبه يعني مده الطهو عندكم 15 دقيقه. لما تحلوا على الفور تاعكم 180 درجه تلقاوه شاحت، يعني حتى اللون تاعها راح يعود يعني في اللون الفاتح، تفهموا باللي الغريبيه تاعكم راهي طيبه. زيدوا شعلوا لها من الفوق باش تحمر القاعده تاعكم مليح، ومن بعد خليوها تبرد. هذا هو السر، انها ما تتكسر ما تتفتت. خليوها تبرد مليح 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 حتى ومن بعد ديموليوها. انايا الكميه هذه دارت لي يعني 3 مرات من المول هذا، معناها 36 حبه. تكسروا لي 2 حبات ولا 3 لاني سرعت وبغيت يعني نديموليهم. دونك نتوما ما تغلطوش الغلطه تاعي وخليوها تبرد مليح.